سأعيد للمرة الألف ما قلت عبر التلفزيونات كل هالأسابيع. أولا أنا مصدومة من المصدومين من التطبيع. لماذا ما أنتم مصدومون؟ الآن السر أصبح في العلن، لكن أنا مقتنعة أن هذا التطبيع كان موجود منذ لحظة تأسيس هذه الدول، وإلا لما كان آل سعود يحكم في السعودية، ولا ما كان آل خليفة في البحرين، كل هذا ما كانوا موجودين. شرط وجود هذه الدول ضمن خارطة سايكس-بيكو هو أن يمهد الطريق لهذه اللحظة. ولما يقول ترامب صفقة القرن، هو لا يعني أنه بعد سنة تذكروا سايكس-بيكو، لا، هم يحتفلون بعمل لم يتوقف يوم من فتن ومن دسائس ومن تآمر ومن تمزيق أديان، ثم طوائف، ثم مذاهب، ثم الآن كل حارة بحارتها. لذلك التطبيع كان لازم يصير. أنا مقتنعة أنه الحمد لله أنه بعض العرب تعروا كي نخلص وننتهي من أكذوبة الوهم. كانوا يبيعون في الجامعة العربية أوهام، من الجامعة العربية إلى من يمولون الجامعة العربية، خسرونا أكثر من 40 سنة أو 72 سنة، ونحن إن شاء الله ونحن معاكم، يرسلون بعض التمر إلى فلسطين ويعطون المال للمستوطنات. أنا تمنيت أن كل المطبعين كانوا موجودين في واشنطن مع الإمارات والبحرين كي ننتهي من أكذوبة الأصدقاء. العدو واضح، العدو يريد محاربتك، وهذا حق العدو أن يحاربك وحقي أن أتصدى له. أما الصديق والحليف والجار وابن الدار الخائن، هؤلاء هم نكبة الأمة ونكبة التاريخ. لولا العدو من الداخل، لولا الخائن ابن التراب وإخوة التراب، لما تجرأ ابن كلب في العالم وعبر التاريخ أنه يقتلوا من أهلنا ومن مقاومتنا الكثير. ولكن في كل الحالات ولو بعد دهر ونيف سننتصر.